السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى يا جماعة تكونوا بخير. ما ننساش ندعي لإخواتنا في فلسطين. قبل ما نتكلم في موضوعنا النهاردة، عايز أتأسف على تنشنتي وعصبيتي في الفيديو الأخير. الواحد كان زعلان ومقهور من الحالات التحكيمية اللي شفناها من كابتن محمود البنا الغريبة في ماتش الأهلي وبيراميدز، ومن أداء فرقتي في الملعب، ومن قرارات المجلس. وهنا أنا يا جماعة مش بشخصنها مع حد، عشان ما حدش يقول لي ان انا بشخصنها او عندي مشكله مع ناس معينه. انا هنا بتكلم في المنظومه عامه. اي حد في المنظومه هيشتغل لصالح النادي ولصالح الجمهور هطلع هنا واسقف لك واشيد بيك. اما لو مش هتشتغل هنا لمصلحه النادي، ومش هتشوف شغلك، ومش هتشوف ايه الاحتياجات اللي النادي عايزها، يبقى هننتقدك. والجمهور دوت مش هيسمع عليك يعني. وده طبيعي في الكورة، لأن الكورة دايما متغيرات. هطلع الفيديو الجاي ينتقدك، هطلع الفيديو اللي بعديه أشيد بيك. ده حال يعني، ده حال الكورة ودي حال الدنيا يعني. والجمهور ليه حق، ليه حق، لأن الجمهور دوت يا كابتن حسين دعمك وهتفلك في الانتخابات، دعمك وهتفلك. النهارده جاي اتكلم على 3 حاجات، من ضمنهم موضوع بنتايج ماتش الزمالك والجونة، آم، حاجة عن زيزو والجمهور، واخر حاجة ماتش الزمالك وبيراميدز المصيري في الدوري يوم الجمعة ان شاء الله. ماتش الزمالك والجونة اقدر اقول عليه شوط عبثي قوي، شوط عبثي قوي من كل اللعيبة، من كل اللعيبة، ما عدا بس مجهودات ناصر منسي اللي بنفضل نقولها كل ماتش. تحس ان اللعيبه لسه قايمه من النوم وتفاجئوا ان عندهم ماتش مع الجونه في استاد القاهره. حرفيا حرفيا. شوط عبثي قوي من لعيبه. نص الملعب عندك، خط دفاع كله نايم نايم في الخط قوي قوي. والجونه راحت عليك باكتر من هجمه في الشوط الاول. طبعا طمعت في الماتش لان انت مستواك مفتوح من ورا، مفتوح من ورا. خط دفاعك كارثه قوي يا جماعه، كارثه قوي، كارثه. عندك النهارده محمد شحاته ودونجا لا عارفين ياخدوا السكند بول، لا عارفين يقطعوا كوره، لا عارفين يطلعوا كوره من ورا لقدام. الحاله البدنيه عند الاتنين دولت ضايعه 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 يعني، مش موجوده نهائي. خط دفاعك طبعا من اولهم فتوح، طبعا الفتوح يعني سبحان الله. الواحد من ساعة ما بدأ فيديوهات وانا ما اتكلمتش ولا مرة ايجابي على فتوح، لان ما شفت لهوش ماتش من ساعة ما رجع من المشكلة بتاعته دي كويس، كويس حرفيا حرفيا. خامس ماتش على التوالي يلعب بسحابة يعني في سحابة نزلاله، مش شايف مستواه في الشوط الاول. آه لا يعني، لا حتى كمان بيعدي 1 على 1، حتى عرضياته كارثه، عرضياته كارثه. حتى كمان لما يعني، حتى كمان الدفاعيه حتى ولا بيرجع، ولا حتى كمان بيغطي المساحه اللي ورا ظهره، المساحه اللي ورا ظهره. نفس الحاجه على عبد مجيد برضو، ايه، ضارب غطس بقاله كام ماتش، والونش لسه راجع برضو مش في المستوى بتاعه. وعندك عمر جابر ها بيحاول، بس لا يعني عمر محتاج شغل كتير قوي برضو الفترة الجاية ديت يعني برضو. آم آم خط هجومك ممكن اقدر اقول عليه النسمة الوحيدة بس مجهودات ناصر منسي، مجهودات ناصر منسي. بيخش ويقطع ويضغط من قدام ويستخلص الكرة ويوزع لعب شمال ويمين. النهارده مثلا الحاجة كويسة اللي كانت في الماتش، اللي الحمد لله الحمد لله شلبي ساب الخط وبيدخل لجوه دلوقتي. اكتر من مرة بنقول يا جماعة شلبي خطورته جوه،
جوه ال 18 مش على الخط. زيزو النهارده الحمد لله ان جروس النهارده ما لعبهوش رقم 10، لعبه على الخط. زيزو افيد بكتير على الخط من ان هو يلعب رقم 10. ده عشان انت بتستفيد من عرضياته، بتستفيد من انطلاقاته، بتستفيد ان هو يعرف يعدلك 1 ل1. برضو زيزو الماتش كله النهارده برضو تحس ان هو بيعجن في الملعب، مش بيقدم المستوى المطلوب منه. وده مش اول ماتش يا زيزو، ده يعني انت بقالك من بداية السيزون واقع خالص خالص خالص، وهتكلم في النقطة ديت في اخر الفيديو. فضلنا نقول يا جماعة مشكلة الجونة في الشوط الاول، او مشكلة الجونة عامة، ان الجونة لما بيتلعب عليها اي عرضيات بيتوتروا في ال 18، ما بيعرفوش يعملوا ايه. شفناها اكتر من مرة، الماتشات ديت سهلة ومش محتاجة فرق، ومش محتاجة اللي احنا ايه نعرق. حتى انت العب عرضيات متقنة لناصر منسي، وناصر منسي هيحطها لك بالهيد، لان هو بيعرف يلعب بالهيد كويس. شفناها في الهدف الاول، عرضية سلسة من زيزو وبليسنج ولا اروع، او فينش ولا اروع بالهيد من ناصر منسي. دخلنا الشوط الثاني، خط دفاعك كان احسن من الشوط الاولاني بكتير. فتوح لعب اكتر من كرات طوليه كانت كويسه وافضل من الشوط الاولاني. دونجا وشحاته شفناهم اكتر من مره بيقطعوا الكوره وبيتقدموا لقدام. شفناهم بياخدوا السكند بول اسرع واحسن من الشوط الاولاني بكتير. ممكن بس هنا عايز اتكلم على مستوى جروس الفني. لان انا عندي هنا مشكله مع جروس، ان هو جروس بيغير في يعني عنده قاموس ان هو يغير في الدقيقه 60. يعني لو غير في الدقيقه 30 ديت حرام، ما ينفعش، حرام ما ينفعش. وانا هنا شايفها عادي، يعني انا هنا شايفها عادي لما تيجي تغير في الشوط الاولاني عادي يا جروس. ما جوميز عملها في ماتش كبير قدام الاهلي في السوبر، طلع زياد كمال اللي كانت كل الاهلي كانت خطورته في نص الملعب، لان زياد كمال كان تايه في الماتش دوت. طلعه في ساعتها، فاتمنى الحته ديت تتغير، لان برضو نفس المشكله ديت كانت موجوده في ولايه جروس الاولانيه، ان هو برضو بيبدل في الدقيقه 60. يا عم ما تبدل قبلها، مش حرام والله العظيم يعني. هنا مستوى عبد الله السعيد الماتش دوت طبعا احلى عوده لعبد الله السعيد. عبد الله السعيد بيفرق لما بيكون بيلعب معاك. لما بيغيب بتلاقي الفرقه عقيمه قوي في الثلث الهجومي اللي قدام، ولا بتعرف تطلع بهجمه ولا اي حاجه. فعبد الله السعيد بيعمل اداء في السن ده ولا اروع. برضو الكرات الطوليه بتاعته دواء تحركاته في الملعب بدون كوره بيخلق لك شكل هجومي احسن. فانت يا جروس فكره انك يعني بتفشخه في الملعب وبتسيبه لغايه الدقيقه 80 لغايه ما يتصاب. يا عم طلعه قبلها، انت عندك ماتشات مهمه محتاج تستفيد من عبد الله السعيد بدني. يعني انت ما تطلعهوش بعد ما بعد ما يتعب. عبد الله السعيد مش زي الاول يا جماعه. عبد الله السعيد يعني ما شاء الله، يعني داخل في الكام سنه دلوقتي، وهو يعني ما شاء الله بيقدم لك 60 70 دقيقه من ذهب، يعني ما شاء الله يعني. اتمنى الماتشات الجايه تعرف تطلع عبد الله السعيد في الوقت ان الفرقه مش محتاجه عبد الله السعيد فيها، وانت مثلا كسبان تعرف تطلع
عبد الله السعيد وتدخل مثلا محمد السيد، تدخل ناصر ماهر ان شاء الله لما يرجع. اتمنى اتمنى. والحمد لله ربنا كرمك برضو بهدف تاني. والحمد لله بقى يعني ايه، الماتش فتح بعدها في الثالث والرابع. خلصنا من الماتش، عايز اتكلم على موضوع بنتايج. اكتر من مصدر طلع امبارح وقال لك يا جماعه بنتايج زعلان ومتضايق وعايز يمشي من النادي، والوكيل بتاعه هيرجعه تاني سانت تيان. فالحمد لله بفضل الله. آم آم الموضوع كله بقى، لان الكلام اللي طلع ده امبارح ده كان كايه اللي هو ايه، شويه شطه بس مش اكتر، فاهمني؟ عشان بس ايه، يهيجوا بس جمهور الزمالك. وطلع ان الكلام مش كده بالظبط. الموضوع كله يا جماعه ان بنتايج مستاء ان هو ما بيلعبش، مش بياخد دقايق اكتر في الملعب، وكمان مش بياخد فلوسه. طب انتوا يعني ازاي انتوا مش بتلعبوني وانا الاحق بدوت، الحق اللي انا العب بدل فتوح، وكمان مش بتدولي فلوسي؟ ف انا يعني انا اقدر اقول ان فعلا يعني عنده حق في الحته ديت. موضوع بنتايج، وهنا عايز اسال جروس سؤال واحد بس. السؤال هو ايه المميزات اللي عند فتوح مش عند بنتايج؟ وايه الحاجات، ايه الحاجات اللي مخليه احمد فتوح في الملعب ومخليه بنتايج اجنبي كواليتي عالي جدا 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 ولعيب فايق اكتر من فتوح دلوقتي، تخليه بره على الدكه؟ وديت مشكله، المشكله اللي حصلت امبارح مع بنتايج والمجلس امبارح. مشكله بنتايج يا جماعه باختصار ان اللاعب قال لك يا جماعه انا ما بلعبش ليه؟ انا استحق اللي انا العب، واخد دقايق اكتر في الملعب على فتوح. طب انتوا يا جماعه ولا حتى كمان عايزين نلعب ولا كمان بتدوني فلوسي؟ طب مشوني بقى. والراجل عنده حق. بس هنا لما اجي الوم حد، الوم جروس. يا عم لو انت عايز تلعب فتوح، لو انت بتموت في دباديب فتوح، خلاص زق فتوح قدام نص ملعب، يعرف يستخلص لك الكوره، يعرف يقف لك على الكوره، يعرف يطلع لك الكوره من ورا لقدام، والثرو باسز بتاعته. واحنا عارفين، شفنا اكتر من مره فتوح بيلعب المركز ده، مش جديد عليه. وتلعب يا عم الحاج بنتايج باك شمال. ايه رايك في ديت؟ لغايه ما ناصر ماهر يجي ويلعب وينج شمال بدل شلبي. اهي فكره اهي كويس، فكره اهي كويس. لان انت ماتش بيراميدز دوت انت محتاج لعيب يقف لك على الكوره زي فتوح في نص الملعب. الحمد لله الموضوع اتحل، الموضوع اتحل ان شاء الله. موضوع القرض برضو داخل الايام ديت. اللعيبه محتاجه تقبض فلوسها يا كابتن حسين. اللعيبه ديت مزاجنجيه، مزاجنجيه. ماتشات هتلعب وماتشات لا. طالما ما اخدتش المم بتاعتها مش هتقدم لك 100% بتوعها، وده حقها. اللعيبه ديت لعيبه عايزه فلوس، عايزه تاكل عيالها، عايزه تاكل عيالها. فعايزين بس ايه، شويه ثقه بين المجلس واللعيبه. المجلس يقعد مع اللعيبه يقول لهم يا جماعه ان شاء الله باذن الله هنبعت لكم المبلغ الفلاني الاسبوع الجاي، هنبعت لكم ده عشان يبقى في ثقه. اما المفيش والمجلس ولا بيتكلم معاهم وبيدولهم وعود مزيفه، يبقى لنا الله بقى، لنا الله. ان شاء الله باذن الله كاردو يخش الايام ديت، تعرف تجيب لعيبه، تعرف تقبض اللعيبه والمستحقات المتاخره، عشان اللعيبه تكون داخله ماتش بيراميدز فريش فريش فريش. نتكلم في حته الصفقات ديت، لان انا سمعت سمعت يعني من كام مصدر ان الزمالك مركز على لعيب رقم 6 وينج شمال، ولعيب سنتر باك اجنبي. اتمنى اتمنى اتمنى
جروس هو اللي يبقى مختار كل اللعيبه دولت او كل الصفقات دولت. اتمنى ما يبقاش المجلس، لان لما اللعيبه ديت ما تقدمش المستوى بتاعها او مستواهم في الملعب وحش، نعرف نهاجم جروس في النقطه ديت موضوع بنتايج. وهنا عايز اسال جروس سؤال واحد بس، السؤال هو ايه المميزات اللي عند فتوح مش عند بنتايج؟ وايه الحاجات اللي مخليه احمد فتوح في الملعب ومخليه بنتايج اجنبي كواليتي عالي جدا 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 ولعيب فايق اكتر من فتوح دلوقتي تخليه بره على الدكه؟ وديت المشكله اللي حصلت امبارح مع بنتايج والمجلس امبارح. مشكله بنتايج يا جماعه باختصار ان اللاعب قال لك يا جماعه انا ما بلعبش ليه؟ انا استحق اللي انا العب واخد دقايق اكتر في الملعب على فتوح. طب انتوا يا جماعه ولا حتى كمان عايزين نلعب ولا كمان بتدوني فلوسي؟ طب مشوني بقى. والراجل عنده حق. بس هنا لما اجي الوم حد الوم جروس. يا عم لو انت عايز تلعب فتوح، لو انت بتموت في دباديب فتوح، خلاص زق فتوح قدام نص ملعب، يعرف يستخلص لك الكوره، يعرف يقف لك على الكوره، يعرف يطلع لك الكوره من ورا لقدام والثرو باسس بتاعته. واحنا عارفين شفنا اكتر من مره فتوح بيلعب المركز ده، مش جديد عليه. وتلعب يا عم الحاج بنتايج باك شمال. ايه رايك في ديت؟ لغايه ما ناصر ماهر يجي ويلعب وينج شمال بدل شلبي. اهي فكره اهي كويس، فكره اهي كويس. لان انت ماتش بيراميدز دوت انت محتاج لعيب يقف لك على الكوره زي فتوح في نص الملعب. الحمد لله الموضوع اتحل، ان شاء الله. موضوع القرض برضو داخل الايام ديت. اللعيبه محتاجه تقبض فلوسها يا كابتن حسين. اللعيبه ديت مزاجنجيه، ماتشات هتلعب وماتشات لا. طالما ما اخدتش المم بتاعتها مش هتقدم لك 100% بتوعها، وده حقها. اللعيبه ديت لعيبه عايزه فلوس، عايزه تاكل عيالها، فعايزين بس ايه شويه ثقه بين المجلس واللعيبه. المجلس يقعد مع اللعيبه يقول لهم يا جماعه ان شاء الله باذن الله هنبعت لكم المبلغ الفلاني الاسبوع الجاي، هنبعت لكم ده عشان يبقى في ثقه. اما المفيش والمجلس ولا بيتكلم معاهم وبيدولهم وعود مزيفه، يبقى لنا الله بقى، لنا الله. ان شاء الله باذن الله كارد يخش الايام ديت، تعرف تجيب لعيبه، تعرف تقبض اللعيبه والمستحقات المتاخره عشان اللعيبه تكون داخله ماتش بيراميدز فريش. نتكلم في حته الصفقات ديت، لان انا سمعت يعني من كام مصدر ان الزمالك مركز على لعيب رقم 6 وينج شمال، ولعيب سنتر باك اجنبي. اتمنى جروس هو اللي يبقى مختار كل اللعيبه دولت او كل الصفقات دولت. اتمنى ما يبقاش المجلس، لان لما اللعيبه ديت ما تقدمش المستوى بتاعها او مستواهم في الملعب وحش، نعرف نهاجم جروس في النقطه ديت. موضوع الصفقات موضوع شاغل جمهور نادي الزمالك وشاغلني انا شخصيا. عايز اعرف جروس هينقي مين، اللعيبه اللي هيحتاجها هل فعلا هتفيد المنظومه بتاعته وهتفيد طريقه لعبه ولا لا. اتمنى يبقوا لعيبه على قد المسؤوليه ولعيبه كبيره تعرف تفيد الفرقه، ويبقى في منافسه في فرقه كره القدم، عشان نلاقي مستوى احسن في الملعب ونلاقي نتائج احسن الايام الجايه دي ان شاء الله باذن الله. سمعت ان النادي يعني داخل
في صفقتين من نادي سكندري، معرفش بقى سموحه ولا الاتحاد، 2 لعيبه رقم 6. وفعلا احنا محتاجين اكتر من لاعب في مركز دونجا دوت. عارفين ان دونجا المستوى بتاعه الفتره الاخيره مش قد كده، محتاجين وينج شمال. وفعلا ان شاء الله باذن الله مركزين ان هم يجيبوا لعيب وينج شمال اجنبي، وبرده سنتر باك اجنبي. اتمنى ان جروس هو اللي يبقى مختار اللعيبه ديت، عشان جروس عارف عوار فرقتك فين وعارف مشكله فرقتك فين. عنده سلبيات وعنده ايجابيات. نتمنى من الاداره تبعد نفسها في حته الصفقات دي، الا الشديد القوي تخش وتتناقش مع جروس لو صفقه مش عاجباها، بس يبقى القرار الاول والاخير لجروس، عشان لو لا قدر الله اللعيبه ديت ما نجحتش هنهاجم جروس، مش هنهاجمكم انتوا، عشان الهجوم معاكم انتوا بتتضايقوا، عشان لما احنا بنهاجمكم بتتضايقوا. وشفنا الماتش اللي فات الجمهور ما سابش ولا واحد في المجلس الا لما انتقدوا واتقمصوا. فاتمنى موضوع جروس ده يخلص على خير، والصفقات القرض جاي باذن الله تعرف تدفع المستحقات المتاخره للعيبه. وان شاء الله حتى كمان برضو يبقى عندك فلوس تعرف تجيب صفقات. الوقت اتاخر، مش هتلاقي فرز اول، بس هتلاقي لعيبه كلاس بي كلاس سي تعرف تفيدك في الفرقه وتعرف تجيبهم، وانت اللي هتشتغل معاهم وهيتطوروا معاك. اتمنى الصفقات تخلص في الايام الجايه ديت قبل ماتش بيراميدز، حتى لو انت فكرت تدخل الصفقات الجديده ماتش بيراميدز، لان انت محتاج كل اللعيبه في ماتش بيراميدز. موضوع زيزو بقى والجمهور عايز بس اتكلم فيها. وجهة نظري ممكن يعني ما تتقبلش ممكن ما عايز اتكلم على نقطتين. اول نقطة موضوع زيزو والجمهور، وطبعا شايفين ازاي زيزو في الملعب بيأدي اداء مغزي قوي من بداية الدوري. طبعا اداء ما يأهلهوش ان ياخد ربع المبلغ اللي كان طالبه. فطبعا ده مخلي الجمهور الناحية التانية ماسكه كل ماتش بينتقده هو ووالده، يا زيزو يا انكل زيزو اصحى وفوق، النادي مش في ايد ابوك، حاجة شبه كده يعني. طبعا ده من حق الجمهور. شايف ان لعيب بيطالب بمبلغ عالي جدا 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 عشان يجدد، بس في الملعب شايف عكس دوت. ان هو لو كان شايف اداء احسن من كده بكتير كان وقف جنبه ودعمه، بس طبعا مفيش اي دعم من الجمهور، وده حقه طبعا يعني. بس انا هنا طبعا كل المؤشرات دلوقتي ومفيش حاجه طلعت دلوقتي ان زيزو هيقعد في النادي. فزيزو مكمل لغايه اخر عقده، يعني هيلعب اخر ماتش عندك في السيزون ويقوم طاير ماشي، ويقوم ماشي. اتمنى عندك ماتشات جايه مهمه. اتمنى محدش يا جماعه في المدرج يحط السبوت لايت عليه هو بس. اتمنى زيزو في كل ماتش تحسوا ان هو عايز يثبت حاجه، عايز يثبت للجمهور اللي انا احق بالمبلغ ده. فتلاقيه في الملعب بيلوش حرفيا يا جماعه، بيعجن في الملعب. تلاقيه هو اللي عايز يجيب الجون، هو اللي عايز يعمل الاسيست، هو اللي عايز يجري مع المدافع، حتى لو هو مش هو عايز يثبت للجمهور اللي انا الاحق بالمبلغ دوت يا جماعه. فتلاقيه في الملعب تايه، في الملعب مش موجود، في الملعب ذهنه مش موجود، قراراته غلط في غلط في غلط. فاتمنى دوت من الجمهور عشان نستفيد باكبر حجم نستفيد فني من زيزو لاخر ماتش في الدوري ده لو هيمشي يعني. اتمنى طبعا ان زيزو
يجدد بشروط النادي بش طبعا بشروط النادي. اتمنى ان زيزو يجدد بشروط النادي، بشروط ما يعجزنيش انا في المستقبل لما اجي ادفع له مرتبه، وما يحصلش كلاشات زي دلوقتي. ماتش الزمالك وبيراميدز ماتش مهم جدا جدا. اتمنى ان جروس يبتدي بالتشكيله الصح. اتمنى ان فتوح يلعب نص ملعب عشان يديلك القوه الهجوميه لما تيجي تهاجم، وبرده في القوه الدفاعيه عشان يمسك لك الكوره اكتر، لان برده نص ملعب بيراميدز تقال قوي. عندك وليد الكارتي، وعندك مهند لاشين، وعندك اللعيب الثالث اللي ناسي اسمه، اللعيب تقريبا من بوركينا فاسو تقريبا، مش فاكر اسمه الصراحه. بس نص ملعب بيراميدز تقيل، تقيل جدا جدا جدا. اتمنى يكون كل لاعب في حالته. واتمنى تبقى اللعيبه مصحصحه في الماتش، لان الماتش دوت ان شاء الله باذن الله تكسبه وتتصدر الدوري. اتمنى ان القرض يتصرف الايام ديت عشان تدفع المستحقات المتاخره للعيبه زي ما قلت، عشان اللعيبه تدخل آه، آه، ب ب تدخل فريش الماتش دوت. وان شاء الله باذن الله المكسب لنادي الزمالك باذن الله. اتمنى ان ما كنتش طولت عليكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. لو بتتابعني على اليوتيوب ما تنساش تعمل لي سبسكرايب، ولو بتتابعني على اليوتيوب ما تنساش تعمل لي لايك وفولو للصفحة. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.